السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الأخوات أيها الإخوان، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، داخل المغرب وخارج المغرب. بالنسبة لهذا الفيديو إخواني أخواتي، لأن هذه شحال ما حطيت حتى شي فيديو في هذه القناة، ولكن اليوم شفت واحد الخبر يلاه جا دابا عاد. بالنسبة للناس المتقاعدين، كان عندهم واحد المشكل مع الصندوق الوطني للتقاعد، بان خصهم كل 3 شهور يمشيو يبوانتيو او يمشيو يجيبوا واحد شهاده الحياه، او يمشيو لواحد البنكه ويديروا واحد لاكارت ديالهم في البنكه بانهم باقيين بالحياه. ولهذا هذا الخبر اللي جا دابا راه مفرح بزاف بالنسبه للناس اللي هما كبار، اللي ما كيقدروش يمشيو مثلا ياخذوا شهاده الحياه او يمشي للبنكه يبوانتي. ولهذا اليوم الصندوق الوطني المغربي قال بان غادي يعفي هاد الناس المتقاعدين المغاربه كاملين من هذا المشكل ديال هاد الشروط اللي كانت، لان هذا المشكل اللي كان ديال هاد شهاده الحياه او باش تبوانتي كنا كنساو بعض المره ما كنديروش هذا الشيء هذا حتى كيفوت الوقت وكيقطعوا لنا الحساب، ما كيبقاوش يخلصونا، او كنبقاو نقولوا علاش ما خلصوناش، وراه حنا اللي فينا المشكل ديالنا كنساو باش نمشيو نجيبوا شهاده الحياه او نمشيو نبوانتيو. ولهذا كان كيوقع لنا واحد المشاكل في هذا الشيء هذا. هما الان عفاونا من هذا المشكل جميع المتقاعدين كيف ما كانوا في المغرب، لان كاين ناس اللي مرض، كاين ناس اللي كبار ما كيقدروش يمشيو مثلا البنكه او يمشيو للمقاطعه باش يجيبوا دوك الوراق. لهذا يمكن الصندوق الوطني المغربي ديال التقاعد راه فكر في هذا المشكل هذا وراه عفانا جميع المتقاعدين من هذا المشكل. كنا كنمشيو للبنكه، عطينا واحد لاكارت كنا كنمشيو بها للبنكه كنبوانتيو بها في البنكه. من بعد عطاونا واحد الابليكاسيون كنا كنديروها. هذيك الابليكاسيون راه كاين ناس بزاف اللي ما كيعرفوش كيفاش يدخلوها في التليفون ديالهم، والمشكل الا مشات تمسحات لك ديك الابليكاسيون من التليفون ديالك، راه خصك تعاود داكشي كامل من الاول، وما كنعرفوش حنا كيفاش نعاودوا داكشي من الاول. خصك تمشي حتى لعندهم الاداره ديالهم، هما يعاودوا لك ديك لابليكاسيون من الاول باش تعاود تبقى تبوانتي غير بالتليفون بلا ما تمشي للبنك ولا حتى شي حاجه. هذا واحد المشكل اخر كان عندنا في هذيك الابليكاسيون. وكان واحد المشكل اخر عندنا بان خصنا نشدوا الرانديفو الا بغينا نمشيو للمكتب ديال الصندوق الوطني المغربي للتقاعد. كان عندنا مشكل ديال الرانديفو، خصك تشد الرانديفو في الموقع ديالهم في الانترنت، وبزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يشدوا داك الرانديفو في الانترنت ديال داك الموقع ديال هذوك الناس باش تمشي انت لا غدا ليها ولا بعد غدا باش تمشي تشد النوبه ديالك باش يحلوك اي مشكل، الا عندك شي مشكل او شي حاجه معاهم خصك لابد من داك الرانديفو. هذا الشيء هذا رحنا عفاونا منه دابا الحمد لله. مع هذا الا كان شي مشكل اخر وقع شي خلل ولا شي حاجه معاهم، يمكن لك عاوتاني خصك لابد تشد داك الرانديفو من الانترنت عاد باش تمشي لعندهم المكتب باش الا عندك شي شكايه او عندك شي مشكل معاهم باش يحلوك المشاكل ديالك، لابد خصك تشد داك الرانديفو ضروري ضروري. انا ربما غادي نخلي لكم السميه ديال داك الموقع ديال داك باش تشد الرانديفو، غنخليها لكم هنا في القناه، تلقاو عندي في الخاص ولا في الوصف ديال القناه. الحمد لله هذا الخبر مفرح ومفاجئ بالنسبه للمتقاعدين كاملين. اخواني اخواتي، بالنسبه لولادكم اللي عنده شي باه ولا شي مو ولا شي حاجه متقاعد، قول لهم راه عفاو عليكم، ما تبقاش تمشيو لا للمقاطعه ولا البنكه ولا حتى شي حاجه، فلوسكم غتبقى تدوز مباشره بلا حتى مشاكل. غير المشكل اللي باقي هو هذا الرانديفو. الا كان عندكم شي مشكل ان شاء الله كما قلت لكم غادي نخليه لكم في الوصف هنايا في القناه. هذا هو الخبر اللي جاء اخواني خواتي اليوم، وراه بغيت نوصلوا جميع المتقاعدين بكل صراحه. خبر زوين وفرحنا ليه، لان كنا كنلقاو مشاكل وكنتمناو كذلك حتى من الضمان الاجتماعي. حتى الضمان الاجتماعي راه مابقاش كيطلب لنا حتى هو شهاده الحياه، راه هذه شحال ما طلب لنا حتى شي حاجه بالنسبه للضمان الاجتماعي. حتى هو كان وقع لي فيه واحد المشكل، واحد الوقت كنت نسيت ما حطيتش شهاده الحياه في الضمان الاجتماعي، ووقفوا لي الحساب شهرين ما تخلصش، وبقيت كنقول كنمشي للبنكه كنسولهم تيقول لك راه ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه. وحتى لاخر لحظه واحد الاخت في البنكه خدامه قالت لي ربما راه داك شي مشكل مع داك الضمان الاجتماعي، سير شوف معاهم. عاد مشيت لعندهم وعاد فكروني هما قالوا لي راك ما صيفطتيناش شهاده الحياه. هذيك شهاده الحياه هذيك راه فيها المشاكل كانت عندنا حنا بالنسبه للمتقاعدين. كنا الله يحسن العوان الانسان كينسى وهذا ما كيبقاش عاقل على كل شيء. ولهذا الحمد لله دابا راه كل شيء تيسرت الامور، وكنشكروا زعما هاد الناس هادو اللي فكروا في المتقاعدين اللي حلوا هذا المشكل هذا.
هذا هو الخبر اللي بغيت نوصل لكم اخواني اخواتي. اللي عنده شي الاب ديالو ولا الام ديالو الله يخليكم وصلوا هذا الخبر لوالديكم باش ما يمشيوش يبقاو يجيبوا هذه الوثائق. الى اللقاء، مع السلامه.